زي أقلقلوت قداب نيوز كاب عواتي.com خدمة قداب نيوز من موقع عواتي.com. This is قداب نيوز from عواتي.com. نبرت أسمرا بحضور حصرت ماي يتسقون اللو بزحات بوتات ماين ناي جزا بومبان كابزي درقو نوح وان جيروميوم كاب مقابيت كلتا شحن إسران شدشتن جميرو أبتا بجمجام 1 مليون زقمت هزب زنبرارلار رئيس ختمان زعبيت كتما إرتران سقم ماي أزيون ناقد ديو مزيون أبزا حلفة وروحي مقابيت استولى اكوينات وشمت عرب أمونغو إيرانين أمريكان كابزي جمر ناب إرترا زبتسح قرب ندادي أزيون كيو بعبي دما عقورنا دادي تاجر كمستسنكقه يجلس مبزحت انز ارغان زي تأمامنان ناي ماي تانكرات نيل 10 عامت بسرعه كسر حصارتا تجرلوني ግን مبزحتن كبغلغلوت وصاين زلو اذا حجب سنك معصاو مصاب بحرم زتغاددي حصرت ندادي نمكفف الماي ازيو اخبيد ولو التنجنا أبغلغلوت زركبا وحدات تنكرات واغنا دادي أزيو سلزغبري نسدمان بعد الماي أزيو سلزغبرو التنكسر حزيك إلى إنه السخاين متين كم وصيتو دما أبكلتي زتلحمي براميل ندادي ماي زصعنا بفرس السحابة عربياتات ماي بومباتات تكي إن نروح إوان ماي زعدلا زنبرات تنكرات زتكاين نايتوما بقدو قرباتات صعينو ماي زشوط سبات أدلاينت إندقنا إن عبي متيلو يخون نمبر اتزولو قرب ماي كابتن التاختما زد ليا بزح ماي أزيو زي متاتن بمخانو اتساقم كفتح حيتخالن طلبنا وسخب زمت سدما واقا ماي أزيو وسيخلو أبزح اللي في خلت 10 عامتات منقستين التحضور حسرة ماي نمفتح بزقبور زعري حيالون أشتو ديقاتاتن معقر ماين سريحو نبرتجن زون بروجكتات زستن نصريتن نخلق قداس الدليت حنزد اليوم وخل ما يناي مركب عدلات كم زي مسئن يحبرو هذا نباري كتم أسمرا منقستين زون بروجكتات كملو معتاوي عوتات جيرو يقربهم حزب جنكساب حجي ولا مسرتاو ستة ما يرخبن كبر رئيس ويبو أبزي قربا وان بتي أبزو بازوق عبرتو زناب نبرتي قلقو فويتا رخيبهم يوم ما يزناب كأكوبن كأكوبن سلزغالو يخون نمبر اتزناب جزياو عرفت ترايمبر نتي مسرتاوي صقم حصرت ماين قلولاون كفتحو ايكالن سب مزي ابقل خفالت هاجر زارغو توبوتات ماي نمتكا زعلمي وسنات بروجكتات كم زغبرون حزبي يفلطو نيرم ግን ድማ حصرت ماي اب ከተማ ይሁን اب ገጠር ንናይ ኤርትራውያን ጾርካ ቃልል አይካለን ዝሓለፈ 35 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ حصرت ماي እታ ሃገር ንምፍታሕ በተደጋጋሚ ቃልኣት ይነሩ مسناي زيجن اتقلولاو حصرت ماي كساب حجي اي تفتحن دحر 35 عامتات أسمرا بحصرت ماي تساق'لا أزمة المياه في أسمرة تتفاقم وسط شح الوغود بعد مرور 35 عاما على نيل الاستقلال لا يزال سكان أسمرة يعانون من أزمة حادة في المياه فقد ظلت كثير من أنابيب المياه وسنابل المنازل جافة لفترات طويلة ومنذ شهر مارس من هذا العام ازدادت الأزمة تفاقما في أسمرة عاصمة إريتريا وأكبر مدنها التي يقدر عدد سكانها بنحو 1 مليون نسمة وتشير التقارير إلى أن اندلاع حرب الخليج بين إيران والولايات المتحدة في شهر مارس الماضي أدى إلى تراجع حاد في إمدادات الوقود الواصلة إلى إريتريا مما أسهم في استنزاف احتياطيات البلاد من الوقود ولم تعد شاحنات سهارج المياه وهي في غالبيتها قديمة ومتهالكة قادرة على العمل بانتظام منذ أكثر من عقد وقد فاقمت أزمة الوقود الحالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز من صعوبة توزيع المياه أما السهارج القليلة التي لا تزال في الخدمة فأصبح تشغيلها شبه مستحيل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود ونتيجة لذلك أصبحت العربات التي تجرها الخيول وتنقل المياه في برميلين نفطيين متصلين تحل تدريجيا محل شاحنة السهارج التي كانت هي الأخرى بديلا عن شبكات المياه الجارية كما تسهم الخروج القماشي التقليدي المنقول على ظهور الحمير في سد جزء من الحاجة غير أن الكميات المتاحة تبقى دون مستوى احتياجات المدينة ومع تزايد الطلب
ارتفعت تكلفة المياه بشكل ملحوظ. وعلى مدى 20 عاما الماضية شيدت الحكومة عدة سدود وبرك صغيرة في محاولة لمعالجة أزمة المياه المزمنة، إلا أن السكان يقولون إن هذه المشاريع لم تحدث تحسنا يذكر في توفير المياه للشرب والصرف الصحي وغيرهما من الاحتياجات الأساسية. وقال أحد السكان أسمرة: تقدم الحكومة هذه المشاريع على أنها إنجازات تنموية في وقت يفتقر فيه الناس إلى أبسط متطلبات الحياة وفي مقدمتها مياه الشرب. ومؤخرا شعر السكان بشيء من الارتياح بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مما أتاح للأسر جمع مياه للأمطار وتخزينها، غير أن هذه الأمطار لم توفر سوى انفراج مؤقت ولم تعالج الأسباب الجذرية للأزمة. وقد أعلنت السلطات عن مشاريع محدودة لاستبدال خطوط المياه القديمة في بعض أحياء العاصمة، ومع ذلك لا تزال ندرة المياه تثقل كهل الإريتريين في المدن والأرياف على حد سواء. وعلى مدى 35 عاما دأبت الحكومة الإريترية على تكرار وعودها بمعالجة أزمة المياه، لكن المشكلة ما زالت قائمة دون حل. "35 years after independence, residents of Asmara continue to endure an acute water shortage. Many water pipes and household faucets have remained dry for extended periods. Since March of this year, the situation has worsened considerably in Asmara, Eritrea's capital and largest city, home of an estimated 1 million people. The outbreak of the Iran-US Gulf War last March reportedly led to a sharp decline in fuel supplies reaching Eritrea, significantly depleting the country's fuel reserves. Water tanker trucks, many of them aging and unreliable, have struggled to operate regularly for more than a decade. The current fuel crisis, exacerbated by the closure of the Strait of Hormuz, has further disrupted water distribution. The few tankers still in service are increasingly unable to operate as fuel prices have become prohibitively expensive, rendering water delivery economically unviable. As a result, horse-drawn carts carrying water in two connected oil barrels have increasingly replaced tanker trucks, which themselves have long substituted for regular running water. Traditional canvas panniers transported by donkeys continue to supplement these efforts. However, the available supply remains far below the city's needs. As demand rises, the cost of water has increased significantly. Over the past 2 decades, the government has constructed several small dams and ponds in an effort to address the chronic water shortage. Residents, however, say these projects have produced little noticeable improvements in the availability of water for drinking, sanitation, and other essential needs. One resident of Asmara remarked, "The government promotes those projects as developmental achievements, while people still lack access to basic drinking water." Recently, residents experienced some relief following heavy rainfall in the region, which enabled households to collect and store rainwater. However, the rains provided only temporary respite and failed to resolve the underlying water crisis. Authorities have also publicized limited projects aimed at replacing aging water pipelines in parts of the capital city. Nevertheless, water scarcity continues to burden Eritreans in both urban and rural areas. For the past 35 years, the Eritrean government has repeatedly pledged to address the country's water shortage, yet the crisis remained unresolved.